مقالة المعسل من أروع الوصفات الجزائرية اللي ما استغناش عليها نهار العيد. في كل بيت، في كل مائدة جزائرية تلقايه سلطان المائدة. تبعي الوصفة خطوة بخطوة، إن شاء الله راح تنجحي فيها ويجيك شباب ومعسل ومبسس كما راكي تشوفي فيه حتى للقلب. هنايا راح نديرو 3 كيلات سميد متوسط. أنا هنا حطيت الكيلة الأولى، راح نزيد الكيلة الثانية ونزيد الكيلة الثالثة. نستعمل نفس البول ما نبدلوش. هنا بنفس البول بنفس الكيلة نحطها هكذا في الوسط ونجيب لها نضيف لها السمن. هنا راني درت الزبدة ونزيد لها رشة من حلوق السميد هذا باش ما يجيناش تخربط. وهنا نزيد السمن. نكمل الكيلة ديالي بسمن دايب ونكملها بالزيت، يعني زيت كمية قليلة ماشي بزاف. نحكم هذيك الكيلة ديالي نحطها تكوتي ونخلط مليح هذاك الملح مع السميد. من بعد نضيف هنايا الليدة اللي هي زبدة وسمن وكمية قليلة من الزيت. نخلط كلش كما راكي تشوفي وندخل مليح هذاك التيدام في السميد حتى يدخل مليح. لازم يكون هكذا النتيجة تاعك، ما لازمش يكون ناشف، يكون شارب مليح السمن والزبدة والزيت. نجيب نفس الكيلة نفس البول ندير نص ما زهر ونص ما. ونبدا نلايم في العجينة ديالي غير بالعقل. تبداي ترشي كيما راكي تشوفي هنايا، ترشي غير بالعقل وتلايمي السميد ديالك ما تعجنيش، تلايمي كيما راكي تشوفي وتضيفي الماء والماء زهر غير بالعقل. وهنايا السميد سا ديبون السميد اللي تخدمي به، كاين سميد اللي يشرب كاين اللي ما يشربش. هنا انا بهذا السميد اللي عندي ما شربليش كامل كيرا، مع الاخر تشوفي قعد لي غير شويه. انت ممكن ديري كامل كيرا سا ديبون السميد ديالك. وهنايا ما لازمش تخليه يابس وما لازمش ديري بزاف طري، يعني يكون ما يابس ما طري. هنا راني نشوف باللي مازال ما خصوش شويه، راني نشوف شويه ناشف راح نزيدلو شويه تاع الماء. شوفي هنايا شحال قاديت تاع الماء، يعني الكيلة ما كملتهاش، السميد ديالي ما سحقش بزاف. هنا دوك نجيب التمر ونخدمو كيما كامل كيما نديرو الحشو، نديرو شويه زبده، كاين يديرو شويه قرفه، كل واحد يديرو واش بغا، كاين ما يديرو والو يخليه هكذاك. لك الاختيار. هنا تشكلي دي بودان وتخدمي لي بودان تاعك تاع التمر وتحطيه داخل الحلبوش تغل كامله كيما راكي تشوفي. وتدوري وتخدمي بهذه الطريقه يعني نخدم بها. كي تكوني تخدمي الا شتي السميد تاعك يعني العجينه تاعك شربت شتيها ناشفه شويه، تقدري تزيد ترشي لها شويه ما، لانه كاين سميد اللي يشرب كي تخليه تكوتي وبديت تخدمي كتولي تلقايه يشرب، دونك هنا تقدري تزيدي شويه ما. تخدمي هكذا تشكلي المقروط ديالك. انا حدنت بهذا الطابع اللي تشوفي فيه هنايا. انا نحنوي لك مره ثانيه. الفيديو ني زربته شوية باش ما يجيش طويل، يعني قد ما زربته كان شوية طويل ولكن النتيجة خرجت هايلة. هنايا نحط التمر، نغلق مليح باش التمر ما يخرج. وندير دي بودرة كيما راكي تشوفي نخدم فيه غير بالعقل. نفتحو نعاود نزيرو، نفتحو نعاود نزيرو، بعد نغلق بيدي كيما راكي تشوفي باش ما نخليش الهواء يدخل لي في الوسط بين التمر والعجينة باش ما يتفتحش في المقلاة. ونخدم الطابع كيما راكي تشوفي.
من الأحسن تخدم الطابع باش يجيك الحبات كامل قد ما تجيكش حبة كبيرة على حبة. تكلي كامل المقروط ديالك كي تكملي كامل العجينة طيبيه في الزيت ديالك. النار خليها متوسطة، ما تديريهاش بزاف ما تنقصيهاش بزاف، زيت متوسطة، لأنه لا درتي لها النار تكون شوية عالية راح يتحرق لك، يعني راح يطيب على برا يبعث لك خضر على الداخل، الداخل ما يطيبلكش. دونك ديري نار متوسطة ماشي بزاف. هنا كي يطيب لك المقروض من التحت باش تدوريه، باش من الأحسن ما تكون شد روحه بالفوق وكي تدوريه ما يتفتكش في المقلاة. كي تكملي كامل المقروض ديالك تقليه مباشرة من المقلاة سخون وتحطيه في الغسيلة. أنا الغسيلة ديالي أنا زدت لها شوية تاع المزهر، دوك لك اختيار. إلا حبيتي تزيد لها ضيفي لها شوية مزهر باش تجي شوية خفيفة، ما تديرش ثقيلة بزاف. ويعني وريحة تاع المزهر كي نزيدو لها في العسيلة تجي ريحة ولا أروع. هذه هي النتيجة تاعنا تاع المقروط، كما في باينك النتيجة راهي تهدر وحدها، خرج ما شاء الله. نتمنى تجربيها. يا على بروشين.